رضا حسن دي بتعمل 3 سندوتشات، الحق الفرن قبل ما يقفل. هلحقه. عبورلاند، طعم الجبنة الأصلي. الكبير مع الكبير يا جماعة، دمت مع النادي الأهلي. هلا هلا هلا. رضا حسن دي بتعمل 3 سندوتشات، الحق الفرن قبل ما يقفل. هلحقه. عبورلاند، طعم الجبنة الأصلي. بخبرة 25 سنة دومتي بتقدم لكم أحلى جبنة فتة في مصر. فتة بلس في علبة فضي جديدة، لبن أكتر، طعم أحلى، وبنفس السعر. 25 سنة والجبنة هي خطيرة خطير خطيرة خطيرة يا نهار. دومتي الجبنة الرسمية للنادي الأهلي. رضا حسن دي بتعمل 3 سندوتشات، الحق الفرن قبل ما يقفل. هلحقه. عبورلاند، طعم الجبنة الأصلي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نجدد الترحاب والتحيه للكابتن علاء نبيل. اهلا بيك كابتن علاء. اهلا بيك يا منور النهارده. الله يخليك يا كابتن. كويس، الف سلام عليك. كويس النهارده، عندنا يوم طويل. الحمد لله. الحمد لله. كابتن ايمن منور النهارده. ربنا يخليك كابتن. اذا مشاهدينا الكرام، طبعا في البدايه هذه المباراه الاولى، مباراه طلائع الجيش مع وادي دجله في افتتاحيه اليوم الثاني من الاسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز. في البدايه كابتن علاء، طلائع الجيش فوز على المقاولون بهدف مقابل لا شيء، وهذا الفريق لم يخسر حتى الان في الدوري المصري الممتاز. بدايه جيده مع الكابتن احمد العجوز. هي بدايه كنتائج طبعا ما تقدرش تقول غير بدايه موفقه كويسه جدا. من المواسم القليله اللي طلائع الجيش ابتدى فيها كويس يعني. لكن حتى الان من خلال متابعتي لطلائع الجيش في خلال ال3 مباريات اللي لعبهم، الفريق ذات الشوط الواحد ما بيلعبش الشوطين بنفس المستوى، الاول ولا الثاني؟ سواء اول، يعني هو لو ابتدى كويس، يمكن اول مباراه لعبها كان الشوط الاولاني كان كويس قوي في ماتش الاسماعيلي، والشوط الثاني نزل. نفس الكلام في المباراه اللي بعديها، اخرها مباراه المقاولين العرب، كان في مباراه المصري بعد المصري بعديها. وبعد كده، وبالرغم ان هو كان مطرود منهم المصري واحد، الا برضه كان حصل زي المباراه الاخيره كانت المقاولين العرب. الشوط الاولاني ما كانوش متواجدين في الملعب نهائيا، واستطاعوا ان هم يحرزوا هدف، والشوط الثاني تحسنوا. ويعني ايه السبب، بدنيا ولا فنيا؟ لا، دي بقى بترجع للعيبه، مش ما بتخشش في مود المباراه بدري. اللعيبه ظروف المباراه هي اللي بتحكمها، واقع المباراه هو اللي بيحكمها، لكن ما تحسش اللي هم يعني. هو ماتش الاولاني لا، فرقه نازله عندها اصرار، وهو ماتش الاسماعيلي. بعد كده الامور اتغيرت. طب الشوط الثاني وقعت ليه؟ المقاولين العكس، الشوط الاولاني مش ما كانوش قوي، الشوط الثاني احسن. لكن هي النتائج طبعا لازم تقول نتائج كويسه. أكيد. عنده 7 بونت من 9 من 3 مباريات، بدايه كويسه. صحيح. جدا موفقه. صحيح. وبنتمنى لهم ان شاء الله ان هم يبقوا احسن واحسن. نعم. كابتن ايمن، هل الكابتن احمد العجوز غير الفكر التكتيكي خاصه الدفاع بالنسبه لفريق طلائع الجيش؟ شفناه متفوق في مباراه المصري وكان الضغط من قدام، شفناه متفوق في مباراه المقاولون ايضا الضغط من قدام زي ما قال الكابتن، شوط واحد. هل غير الفكر الدفاعي شويه لفريق طلائع الجيش؟ يعني هو بس كابتن احمد بطبيعته بيلعب بطبيعته اللي هي كانت بتغلب عليه. هو لعيب كوره، هو لعيب من اللعيبه اللي كانت بتحب تهاجم جدا، من اللعيبه المهاريه. فهو حابب طريقه اللعب ان هو كلها يبقى فيها ضغط، كلها يبقى فيها هجوم. لكن زي ما قال الكابتن علاء انها اوقات كتير بتاثر على شكل اللعيبه في الشوط الثاني. تمام. ممكن يكون نواحي بدنيه، ممكن تكون نواحي فنيه، هو بيغير في الفكر لما بيبقى كسبان حسب متطلبات المباراه. لكن اللي هنتفق عليه ان الدوري المصري فيه متغيرات كتير جدا. يعني انت ما بتضمنش اللعيبه من شوط لشوط. يعني في تغييرات جدا بتحصل كتيره، ان الشوط الاولاني بتبقى فرقه متفوقه جدا. نعم. وفرقه بتبقى وحشه جدا. نعم. يعني ابسط مثال ده بيرجع لايه؟ نعم. ده بيرجع لايه؟ ده بيرجع
ودي تركيز طبيعة اللاعب لعيبة. المصري. دي طبيعه في الدوري المصري. يعني ابسط مثال هقول لك امبارح ماتش بتروجيت وسموحه. لو جيت اتفرجت على بتروجيت في مباراه الاسبوع اللي قبليه طنطا هتقول خالص بعيد جدا والنتيجه هتبقى بعيده وسموحه هيتفوق صحيح. وهيكسب باهداف كبيره، لكن بتتفرج على بتروجيت امبارح متفوقين وبيلعبوا وبيأدوا وتحس ان هم خفاف في الملعب، ففي تغيير كتير. فده يعني اعتقد ان الله يكون في عون المدربين، هم اللي بيبقوا المظلوم الاكبر في الموضوع، ان هو بيلعب حسب مود اللعيبه وحسب النهارده هو حالته الفنيه ايه. فيمكن ده اللي بقول عليه في الكابتن احمد العجوز، انه اعتقد ان اللعيبه بشكل كبير هي اللي بتاثر في الشكل من الشوط الاول للشوط الثاني. عكس الموسم الماضي بارتيز كاترينو ختم الموسم الماضي يعني احسن ختام اللي في الدوري المصري الممتاز. الموسم ده بدايته سيئه جدا مع وادي دجله. لا هو النهائي هو قعد يا كابتن تامر من بدايه الدور الثاني لاخر 5 مباريات في الدور الثاني. كان ماشي كويس قوي قوي، وكلنا في الاستوديو قلنا ان صحيح. وادي دجله هيكون في المربع الذهبي. صحيح. جه في الاخر بدات النتائج تتراجع شويه بعد مباراه الاهلي اعتقد. ايوه بعد مباراه الاهلي بدات النتائج تتراجع، بس ادائهم في الملعب ما يدلش على كده. يعني اداء كويس قوي، لكن ممكن في لحظه المباراه تروح منهم. ففي اخر 4-5 مباريات في الدور الثاني حتى الان برضه لسه الصوره مش قادره تتعدل، لكن هو عمل ريكورد كويس قوي ورصيد كويس قوي بدايه من الشوط الثاني. كانت فرقه ممتعه وادي دجله، فرقه قويه جدا، تكتيك الناس بتحب تتفرج عليها، بيكسبوا. النتائج مساعدة. ماتش الاهلي كمان اداهم شو جامد جدا، يعني توج لهم المجهود بتاع الفتره دي بمباراه النادي الاهلي. لكن من بعديها بدات النتائج تتراجع حتى الان، من اخر 4 مباريات في الدور الاولاني حتى اللحظه بتاعت ما اقدرش الوم وادي دجله وباتريس كاترينو على رحيل مالوده ورحيل ستانلي، لان هو زي ما حضرتك تفضلت اخر 5 مباريات كانوا موجودين ستانلي وموجودين مالوده. كانوا موجودين، لكن الموسم ده رحلوا عنهم ستانلي ومالوده. مش عايز اقول ده السبب، لا نفس المستوى يا كابتن، نفس يعني هو مالوده في الملعب عامل يعني عامل نوع من انواع الطمانينه في الفرقه. يعني فاكر انت لما كنا ايام ما كنا بنلعب كان بيل انطوان واقف في الجون كان بيدينا طمانينه في الفرقه، هو كان عامل طمانينه في الفرقه. لكن كبرتني كده بس. لا انا كمان بعد كده يعني انا قريت تصريح لمستر كالديرون بيقول ان احنا ما كناش جاهزين للاهلي وستانلي فارق معانا جدا. يعني حتى الراجل نفسه هو ستانلي فارق معاهم، لكن عنده فرقه يعني مقارنه بفرق كتيره في الدوري. لا هو فرقه واقفه على حالها، بس ما كنتش اتوقع البدايات دي منه. يعني البدايات بتاعته بس ماتشاته قويه. يعني هو لاعب بتروجيت والاتحاد والاهلي والانتاج. بتروجيت والانتاج والاهلي والاتحاد، فهو ماتشاته قويه. لكن اعتقد اللي هي لو فتحت معاه في مباراه هيكمل اكيد. لكن هي النتائج مش مساعداه من اخر 4 مباريات في نهايه الموسم الماضي. نعم. حتى الانتدابات يا كابتن ايمن، حتى هو جاب ابراهيم عبد الخالق، عنده لاعبين صغار السن بالنسبه لفريق وادي دجله. كان عنده محمد شريف وعنده مصطفى جلال، عنده حسام عرفات، عنده لعيبه كتير يقدر يعمل منهم فرقه. واعتقد ان هو قلل معدل الاعمار بالنسبه لفريق وادي دجله. بالظبط. لكن يعني لما تيجي تمسك الفرقه خط هتلاقي احمد العش ورجب نبيل وسيد سالم ومحمود علاء وبكر ديارة، ده انتداب جديد من المقصه، وابراهيم عبد الخالق لاعب نادي الزمالك، وحسام وصام الافوم لعيب كويس قوي ايام سموحه كان موجود، وابراهيم وعرفه السيد من الفراوده المؤثرين في الدوري المصري. فزي مالك كابتن علاء، لا هم فرقه محترمه، عنده عناصر كتير جدا يقدر يستفيد منها، بغض النظر عن التاثير اللي سابه ستانلي في الفرقه اللي هو الراجل بيشتكي منه. لكن اعتقد ان البدايه بتاعتهم وحشه. ده ممكن يكون قصور في فتره الاعداد، قصور في الماتشات الوديه، اللعيبه اللي مشيت، اللعيبه اللي جت مش على نفس المستوى، ممكن يكون لسه ما دخلوش في مود او جو الفرقه الكامل. فده هيظهر كله اعتقد بدايه من المباراه الجايه. كابتن علاء، كان الموسم الماضي بالنسبه لفريق طلائع الجيش كان كلمه السر في فريق طلائع الجيش هو خط الوسط. كان كل اللاعبين في خط الوسط بتحرز اهداف في فريق طلائع الجيش. حقيقه كان نسبه التهديف بالنسبه لخط الوسط اكتر من المهاجمين. صحيح. كان حتى عرفه السيد كان موجود معاهم وعلاء علي. لا نسبه التهديف كان نص الملعب اقوى. لكن طبعا ممكن السنه دي يتكرر نفس الموضوع، ان العناصر موجوده عنده، محمد اشرف، عبد العزيز توفيق، فرانك انجونجو، احمد عبد الملك، احمد صبري، صامول افوم، عنده نفس العناصر، نفس الكواليتي موجود.
يعني نفس المجموعه، احمد عيد، محمد، يمكن شفت محمد رزق المباراه اللي فاتت صحيح. برضه يعني انا بعتبره من الاجوان، هو مش عالي قوي فنيا، لكن انا عن نفسي يعني لا انا بحترم جدا اللعيب اللي هو بيقدر يحرز هدف من اقل فرصه ممكن تجي له. صحيح. يمكن الكره ما وقفتش تحت رجله، وهي تحت رجله لو حاططها بوش رجليه كانت عنصر مفاجاه للجميع، ودخلت في كسب بيه المباراه بتاعت المقاولين العرب، بالرغم من ان المقاولين كان متسيد الشوط الاولاني، لكن قدر بكره يجيبها جون. فانا بايد كلامك اللي هم عندهم ملكه تهديفيه، لعيبه نص الملعب في طلائع الجيش، لان برضه هم يعني محمد، بالرغم محمد اشرف موجود ويمكن احرز، شفنا الهدف اللي جابه في مباراه الاسماعيلي في اول مباراه من الاهداف الجميله، الا ان هو برضه هيبقى غالب نص الملعب في التهديف اقوى من محمد اشرف. المشكله الدفاعيه كانت موجوده في فريق طلائع الجيش الموسم الماضي، خاصه قلبات الدفاع، وكان بيعاني منها الكابتن طارق يحيى. واعتقد انه لحد دلوقتي يعني يمكن الاهداف يعني انت كل مباراه بمعدل هدف بيجي فيك في الجيش، فان انت كل مباراه بيدخل فيك هدف، فاعتقد ان لسه هيبقى في قصور اكيد في خط الظهر. فاذا ما عالجتهاش النهارده ممكن يعتمد على الضغط زي ما اعتمد على مباراه المصري ومباراه الاسماعيلي طلع الجيش. يعني مش في كل المباريات، يعني اعتقد ان الوضع النهارده ليه؟ عشان دجله عندهم سرعات وعندهم لعيبه عندهم قدرات هجوميه كبيره جدا جدا، فاعتقد ان هيبقى طريقه اللعب هتختلف النهارده مع الكابتن احمد، لان حسام عرفات وصامول وابراهيم وعرفه السيد عندهم امكانيات هايله. حسام عنده سرعه، مش هيلعب، عرفه النهارده مش موجود المباراه اللي فاتت يعني او ايا كان اللي هيلعب مكانه، لكن انا بتكلم في الخط اللي تحت الاسترايكر الصريح. عندهم سرعات، وصامول وفوم من الفراوده اللي كانوا مؤثرين في سموحه جدا جدا، كنت بتشوفه بيهدف ولاعيب كوره ويمسك كوره وبيتحرك كويس. حسام من اللعيبه اللي عندهم مهاره وسرعه يمتلكها. ابراهيم برضو نفس الموضوع. فاعتقد النهارده الشكل التنظيمي لفرقه الجيش هيبقى مختلف شويه. يعني يامن يا كابتن علاء وكابتن ايمن، يامن ثلاثه في وسط الوسط، ولا يلعب بمحمد اشرف وعبد العزيز توفيق وفرانك انجونجو، ولا يلعب بنفس الطريقه كابتن احمد العجوز؟ لا، يلعب بنفس الطريقه اللي هو كسب بيها الماتش اللي فات، ما تقدرش تغير. هو بس هو عنده تغيير فرانك في الشوط الثاني، ده لازم ده لازم ده الشوط الثاني. فهو مقتنع بحاجه معينه، فما اعتقدش لو هو كسبان مباراه زي اللي فاتت بره ملعبه مع المقاولين العرب ويجي النهارده يغير. لا، برضه هيبقى عبد العزيز توفيق ومحمد اشرف، ومن قدامهم محمد رزق. انا اعتقد بنسبه كبيره هو هيبتدي كده برضه مع احمد عبد الملك. لكن نيجي نتكلم على هسمي المباراه اللي فاتت، انا شايف ان احمد صبري في المكان ده منتج عنه، ممكن يكون بس هو لعيب كويس على فكره. انا سمعت عنه اللي هو لعيب كويس قوي من جوه النادي، يعني اللي هو لعيب كويس، لكن ممكن يكونش لسه انسجم مع المجموعه. لكن لما تيجي تشوف احمد صبري قبليها، لا، في بالذات مباراه الاسماعيلي شفت احمد عيد واحمد صبري ومحمد اشرف الثلاثه بسم الله ما شاء الله تحركات وعملوا جيم عالي جدا. فهل بقى هيبتدي بهسم ولا باحمد صبري؟ لان هسم الماتش اللي فات كان قلقان شويه من يعني حتى اتغير هو. صحيح. فاعتقد اللي هو في نص الملعب برضه هيبتدي محمد اشرف وعبد العزيز توفيق ومحمد رزق، لان اللي هو ابتدى بفرانكو واشرف وعبد العزيز توفيق هو اعلنها رسمي صراحه اللي انا بدافع وهلعب على المرتد دفاعيا. يعني ثلاثه دفاعيا اقوى كتير جدا. احمد عيد عبد الملك اساسي في كل مباراه رغم السن، لكن هو اساسي. طبعا يعني اداء هو اللي بيفرضه على التشكيل، واحنا قلنا قبل كده واتفقنا ان الكوره مش بالسن، الكوره بالعطاء. يمكن احمد من احسن اللعيبه الموجودين في طلائع الجيش، ويمكن هو هداف الفرقه لحد دلوقتي. صحيح. بتشوف كل مباراه بيأدي. يعني انا الماتش اللي فات شايف له سبرنت مع لعيب اعتقد اقل منه في العمر بحوالي 7-8 سنين. من نص الملعب لحد ال 18 بالظبط، واحمد متفوق فيه. فاذا هو الراجل بيأدي كويس جدا جدا، بيأدي بشكل مؤثر في الفرقه، بيحرز اهداف. الحته بس مش عندوش السرعات اللي زي عند وادي دجله، يعني السرعات عند احمد معلش، لكن هو بيمتلك الخبرات اللي تخليه ياخد الاماكن والبوزيشن اللي يقدر يهدف منه او يقدر يفيد الفرقه حتى من الناحيه التكتيكيه لما بتبقى كسبان وعايز حد يمسك لك الكوره. فاحمد عيد عنده الملكه دي ويقدر يعملها. بيلعب راس حربه تاني لو نزل محمد اشرف تحت شويه، محمد اشرف عبد القادر يعني ممكن لكن ان انت تغير في التشكيل عشان تغير الطريقه، يعني انا ما بتفق مع الكابتن. انت ممكن تلعب بالتشكيل ده، لكن تغير في الطريقه سنه. ممكن تلعب حسمي مثلا شويه في نص الملعب عنده ادوار دفاعيه، فتقدر تستفيد من غير ما تغير في شكل الفرقه اللي انت بتكسب بيه. صحيح. الظهير الايمن اصبح مشكله في وادي دجله كابتن علاء، يعني محمود علاء مره ظهير ايمن، مره مصطفى جلال ظهير ايمن بالنسبه لكارتيرون، ومره لعب رجب نبيل برضه، ومره لعب رجب نبيل في غياب طبعا تامر محب يعني اللي عنده الاصابه. هي دي بقى من الحاجات اللي تحط عليها علامه استفهام يا كابتن تامر. انت عندك الموسم طويل، انت احتياجاتك ايه؟
ما لازم انا النهارده عشان عندي مشكله في الجنب اليمين لازم من اول الموسم ان انا احط اعتبار يعني اشتغل على ان انا اجيب باك يمين يفيد الفرقه. لكن فعلا هي تغيير في المكان ده اكتر من في بدايه الدوري، ما ثبتش على ماتشين ورا بعض على لعيب واحد. فدي طبعا بالنسبه له هي مشكله كبيره، مشكله كبيره عنده في الجنب اليمين يعني. لكن طبعا نص الملعب بتاعه كابريم عبد الخالق وحسام عرفات وابو بكر عندهم مجهود يعني غير طبيعي، بالذات حسام بسم الله ما شاء الله يعني الله اكبر، بال90 دقيقه متواجد هنا وهنا وهنا وهنا. لكن ردا على سؤالك الجنب اليمين حقيقه في مشكله في وادي دجله. نعم. صامويل افوم دوره ايه؟ ودوره ثالث